السلام عليكم. اليوم حبيت نشارك معكم هذا الخبز المحشي اللي يجيب عجينه رائعه وحشو اروع. انا دائما نعتمدوا لان ولادي يحبوه بزاف. حبيت نشاركه معكم ونقول لكم جربوه، مش راح تندموا عليه لانه من اروع المخبوزات. لهنا بكاس تاع كيلز ما دافي، حليب دافي، مغرفه تاع اكل سكر، مغرفه تاع اكل خميره، نص كاس تاع زبده دايبه ونكملها بالزيت، بيضه ولم بالفارينه. لهنا عندي 5 كيسان تاع تاي، ونكمل الكاس السادس من بعد. انا لهنا نسيت ما صورت لكمش الملح، ما تنساوش تحطوا نص ملعقه تاع اكل ملح. نلم العجينه تاعي مليح ونغطيها بالبابي فيلم ونخليها حتى يضاعف الحجم نتاعها. في مقلاه حطيت نص تاع الصدر، قطعته مربعات نخليه يذبل مليح، ونزيد له حبه تاع بصله وفلفل الوان، نحط له ملح، فلفل الكحل، بابريكا، ونخلي الحشو تاعي طيب مليح. هنا بعد ما ضاعف الحجم تاع العجينه تاعنا راح نحطها فوق سطح العمل. بطبيعه الحال نحطوا شويه تاع فرينه، نقطعها لقطع ونكورها بهذا الشكل، ومن بعد نبدا نحل فيها بالحلال بشكل دائري وشويه يكون طولي. بالقاطعه ندير هاد الخطوط حتى نوصل للمنتصف، نطبقها على زوج ونحط الحشو في النص ونطبقها على شكل مثلث كما راكم تشوفوا في الفيديو. نضغط على الحراف باش ما يخرجليش الحشو، وهاو الشكل تاعنا النهائي. راح نحطها في بلاطو كنت دهنته بالزبده، ونكمل العجينه تاعي كامله، نخليه حتى يضاعف الحجم تاعو، من بعد ندهنه بصفار بيضاء مع شويه تاع الحليب، وراح نزينه بشويه تاع سينوج وجلجلانيه، وندخلوا الفرن اللي كنت شعلت عليه مسبقا 190 حتى 200. طيبوا من الاسفل ومن بعد من الفوق، وشوفوا هذيك النتيجه، جاء من اروع ما يكون. ريحته تهبل، جاني خفيف يهبل. لهنا وسخون يغلي وانا نقطع فيه. صدقوني من اروع من المخبوزات. انا نحب هذا الخبز بزاف المحشي، نتمنى تجربوه ويعجبكم. كانت هذه وصفتي لليوم، ما بقى لي غير نقول لكم نخليكم في وصفه جديده. باي باي.